بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم: هل تؤمن بالنبوءات؟ هل تعتقد أن لبعض الناس الموهبة لمعرفة الغيب وقراءة المستقبل؟ كيف تنبأت عائلة سيمبسون في مسلسل ذا سيمبسونز منذ 16 عاما بأن الرئيس دونالد ترامب سيكون رئيسا؟ ما هو لغز نبوءات مسلسل ذا سيمبسونز والرئيس ترامب؟ إليكم بعض الحقائق عن حلقة مسلسل عائلة سيمبسون والرئيس ترامب. وردت في إحدى الحلقات لقطة يظهر خلالها الرئيس ترامب وهو في صدد النزول على درج كهربائي وسط مؤيديه، فيما يسقط أحدهم لافتة، وهو ما حدث بالفعل في عام 2016. وكما وردت في حلقات أخرى لقطة ظهرت فيها ليزا وهي ممسكة بمجلة عليها كلمة نيويورك، ويظهر الرقم 9 الذي يرمز إلى شهر سبتمبر، ورمز البرجين الذي يدل على هدف الضربة الإرهابية الشهيرة من جهة، وعلى الرقم 11 من جهة أخرى. فكيف تنبأت عائلة سيمبسون بأحداث 11 سبتمبر في حلقة بثت في عام 1997؟ وكيف تنبأت عائلة سيمبسون بفوز الرئيس ترامب عام 2016 في حلقة بثت فعليا في عام 2000؟ فهل كان فوز الرئيس ترامب صدفة أم هو بدافع نبوءات توراتية وإنجيلية ومعلومات سنعرفها عن الرئيس ترامب لأول مرة؟ هل كانوا يعلمون أنه ذكر في أحاديث نبوية عند أهل السنة؟ هل يسيرون وفق عقائد يقينية؟ هل يرسمون حول ملحمة عظمى ولهذا أخرجوه في هذه المرحلة الحساسة؟ يبدو أن تنبؤ المسلسل الكرتوني الكوميدي عائلة سيمبسون منذ 16 عاما بأن الرئيس دونالد ترامب سيكون رئيسا قد أصبح واقعا وحقيقة هذا اليوم. يبدو أن النبوءة تحققت الآن وبشكل دقيق. إليكم بعض الأحاديث الذي ذكرت في كتاب نعيم بن حماد. أولا، حدثنا عمرو عن أبي المثنى عن كعب الذي تكون على يديه الملاحم، رجل من أهل هرقل يقال له طبر يعني طبارة. ثانيا، حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن حدير بن كريب عن كعب قال: الملاحم على يدي رجل من أهل هرقل. الرابع والخامس يقال له طيارة. حدثنا يحيى بن أبي عمرو الشيشاني عن مسلمة بن عبد الملك أنه بينما هو نازل على القسطنطينية إذ جاءه رجل شاب جيد الكسوة فار الدابة، فقال له: أنا طبارس، فأكرمه وأدنى مجلسه وقربه، ثم أرسل إلى أبي مسلم الرومي، وكان مولى لبني مروان، سبي من الروم، فأسلم وحسن فقهه وإسلامه وحسنت نصيحته للإسلام، فقال: يا أبا مسلم، إن هذا يزعم أنه طبارس. فقال: كذب، أصلح الله الأمير، أنا أعرف الناس بطبارس، لو كان بين 10,000 لأخرجته. وطبارس رجل آدم جسيم أجبه قبيح الأسنان، يخرج وهو ابن 60 سنة، يرى بالدم شرب الماء، يقول: إلى متى نترك أكلة الجمل في بلادنا وأرضنا؟ سيروا بنا إلى أكلة الجمل نستبيحهم. قالوا: فيسيرون إليه بجمع لم يسيروا بمثله قط حتى ينزلوا عمقا. وأخيرا، حدثنا نعيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ملك العتيقان عتيق العرب وعتيق الروم كانت على أيديهما الملاحم. دعونا نحلل الأحاديث ونضع النقاط على الحروف، وذلك من خلال إنزال الأحاديث على الأحداث والصفات والأشخاص. فحديثنا الأول ذكر في كتاب نعيم بن حماد أن الملاحم ستكون على يد رجل يقال له طبارة، وأن الألفاظ والصفات تشابهت مع وصف الرجل الذي من أهل هرقل مع الرئيس ترامب، حيث أن على يديه تقوم الملاحم، وهنا تشابهت 3 أحرف: طاء والتاء والباء والباء والراء والراء. طبارة وترامب، طبارة
ترامب. دعونا نحلل الحديث الثاني. في الحديث الثاني تم ذكر تقوم على يدي رجل من أهل هرقل الرابع والخامس ويقال له طيارة. قال الرابع والخامس كأنه يقصد الرابع والخامس، يعني 45، لم يقل الرابع أو الخامس. فالآن الرئيس ترامب هو الرئيس الخامس والأربعون في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، ذكر عن طبارس، ذكر وصف طبارس، وذكر أنه رجل آدم جسيم أجبه قبيح الأسنان يخرج وهو ابن 60 سنة، وقيل أنه يرى بالدم شرب الماء. وهو بالفعل في أول أسبوع قام بإنزال الجيش على منطقة اسمها يكلا في اليمن. لم يكن صدفة، إنما هو استباق لشخصية على يديه تفتح الروم. إذا يرى بالدم شرب الماء، هذا ما ظهر في الأسبوع الأول من توليه الرئاسة. ثم قال يقوم إلى متى نترك أكلة الجمل في بلادنا وأرضنا؟ أكلة الجمل طبعا هم معروفين منطقة الخليج. وبالفعل عندما استلم الرئيس ترامب قام بمنع أكثر من دولة إسلامية ومن بعض الشعوب الإسلامية من دخول أمريكا. وأشار كذلك عندما قال سيروا بنا إلى أكلة الجمل نستبيحهم. هذا دليل على أنه في مراحله الأخيرة سوف يقوم بالهجوم على منطقة أكلة الجمل. في نهاية الحديث قال حتى ينزلوا عمقا، وعمقا هو الله أعلم هو دابق. وأخيرا الحديث الرابع، إذا ملك العتيقان عتيق العرب وعتيق الروم كانت على أيديهما الملاحم. أو عتيق كلمة استخدمت أنه ليس من الروم، العتيق ليس أصله رومي، وهذا ما ثبت في أصول الرئيس ترامب. فقد جاء في الوثيقة التي عرضتها قناة CNN الأمريكية في تقرير لها يوم الجمعة الماضي أن جد ترامب هو بالفعل سوري مهاجر من سوريا في نهاية القرن ال19. وفي حين تسجل الوثيقة المسربة أن والد الملياردير الأمريكي هو من عائلة ترامب، إلا أن الجد بحسب مصادر من دائرة الهجرة في الإدارة الأمريكية ينتمي إلى عائلة الطيباوي. ولكن بسبب كون الاسم ثقيلا للغة الإنجليزية فقد قرر الجد تغيير اسم العائلة في السجلات الرسمية إلى ترامب لسهولة اللفظ. هذا تحليل بسيط للأربعة أحاديث، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي وسامحونا. ودمتم سالمين، عافانا الله وإياكم من شر الفتن.